كده اديت لك ايه استراتيجي ايه في 3 دقايق او اقل، في دقيقتين ونص. يا جماعه بالله عليكم ما تقعدوش برضو تسمعوا للناس اللي بتقعد اسمها تجعلص المواضيع وتكبر قوي بقى وبتاع عشان يبانوا بقى اللي هم بروفيشنال بقى ومفيش زيهم وكده، يقعدوا يقولوا لك طرق السكيلينج والاستراتيجي وما اعرفش ايه والكلام ده. ذاكرت طرق سكيلينج كتير، بعد كل مره الكوست بيضرب مني. هل في طريقه مناسبه اطلع بيها سكيل من 50 اوردر ل 100 اوردر او 200 اوردر؟ انت غالبا كده بتتكلم في سوق المصري، صح؟ السوق المصري اصلا عايز اقول لك لسه الحاجات اللي هي بروفيشنال قوي دي لو عملتها في سوق مصري الدنيا هتبوظ منك، فما تسمعش اصلا للناس اللي بتقعد ترغي دي على الفاضي. انا هقول لك طريقه انت تبتدي لو منتج جديد. ابتدي اي بي او، اعمل 3 ادسيتس، واحده برود، واحده فيها ستاك اوف انترست يعني حط انترست كتير، واحده ثالثه اعمل فيها ايه اونلاين شوبينج وانجاز شوبرز. بعد كده سيب الكامبين 3 ايام، شوف ايه اللي هينجح في الادسيت دي تاخدها وتعمل لها سي بي او. انت عارف يعني كامبين بادجت اوبتمايزيشن كامبين، تقعد تكبر في بادجت يوم بعد يوم، يعني كل يوم كده لو لقيت الدنيا بروفيتبل كويسه معاك زود 10% 15% لحد ما تحس ايه ان خلاص مفيش نتائج كويسه بتيجي معاك. على حسب بقى المنتج، لو منتج بيحل مشكله كبيره جدا وبول اوف اودينس كتيره جدا، لا يبقى وانت عندك ليميت 50 اوردر ومش راضي يجيب اكتر من كده، يبقى انت محتاج تجدد الكرييتيفز، محتاج تجدد الكونتنت بتاعك، الاد كوبي، الحاجات دي تجددها. لكن لو منتج بقى بيحلش يعني وعدد قليل، فانت كده هتبقى ايه خبطت، فممكن تكون في الماكسيمم بتاع المنتج ده. طيب ايه الحل؟ الحل انت عارف احنا عندنا في حاجه اسمها vertical scaling و horizontal scaling. vertical scaling اللي انت تمسك نفس المنتج ده تقعد تحلب فيه وتقعد تزود فيه البادجت جامد جدا لحد ما تجيب اخره. الهوريزونتال سكيلينج بقى خلاص لا، خلي المنتج ده شغال زي ما هو على ال 50 اوردر، حاول تشوف منتجات تانية تكون شبيهه ليه او زيه، اقعد بقى يعني زود المنتجات دي، فاهمني؟ بحيث يبقى عندك 50 اوردر هنا و50 اوردر هنا وهنا وهنا، ففي الاخر التوتال هتلاقي 200 اوردر.